عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتدخل أي مكان بثقة وناس تانية بتحس دايما إنها أقل؟ رحلة بناء الثقة الحقيقية بالنفس دي رحلة مهمة قوي، وهنستكشفها هنا مع بعض خطوة بخطوة. اكتساب الثقة دي على فكرة مش سحر ولا موهبة بتتولد مع الواحد، لأ، دي مهارة وخبرة أي حد فينا ممكن يكتسبها لو عرف بس يمشي إزاي. والسؤال ده هو نقطة البداية لكل حاجة. الرغبة في إن الواحد يبقى عنده شخصية قوية ده دافع جوه كل واحد فينا تقريبا، لأنها بصراحة مش مجرد صفة حلوة، دي الأداة أو السلاح اللي بنعرف بيها نواجه تحديات الحياة ونوصل للنجاح اللي عايزينه. الشخصية القوية دي مش مجرد حاجة كويسة، لأ، دي أهم بكتير، لأنها الأساس اللي بيتبني عليه أي نجاح أو أي إبداع. هي اللي بتدي الواحد القدرة إنه يتصرف صح في المواقف الصعبة ويبقى ليه مكانة وسط الناس. ودي يمكن أهم فكرة في القصة كلها. يعني عشان نبقى واضحين، محدش بيتولد واثق في نفسه. الثقة دي مهارة مكتسبة، زي العضلة اللي محتاجة تمرين ومجهود عشان تكبر وتقوى. بس الأهم من التمرين نفسه إن يكون في دافع حقيقي ورغبة من جوه في التغيير. طيب، عشان نبني أي حاجة صح لازم الأساس يكون مظبوط. وهنا بقى هندخل في أهم جزء، وهو الفرق بين تقدير الذات الحقيقي وبين فخ خطير جدا سهل قوي أي حد يقع فيه. وهنا بقى النقطة الفاصلة. تقدير الذات الحقيقي معناه إن الواحد بيحب نفسه لدرجة إنه عايز يشوفها أحسن، فيعترف بنقاط ضعفه عشان يصلحها. أما بقى الرضا المفتعل ده خداع للنفس. ده زي ما حد يقول لنفسه لأ، أنا تمام كده، وهو من جوه عارف إن ده مش حقيقي. وده مش قوة خالص، ده هروب من مواجهة الحقيقة. كل ده نابع من الصورة الذاتية. الصورة اللي الواحد راسمها لنفسه في خياله هي اللي بتصنع الواقع بتاعه. لو الصورة دي سلبية وكلها لوم، طبيعي النتيجة هتكون فشل وإحباط. لكن لو الصورة دي إيجابية وفيها تقدير، هتتحول لوقود وطاقة تخلي الواحد يتغير ويصبر على أي تحدي. ودلوقتي تعال نشوف الدستور العملي اللي بيساعد الواحد يكتشف ذاته بجد. ودي مش مجرد نصائح عادية، دي خطوات واضحة ومحددة. العملية دي بتبدأ بالخطوة الأصعب بس هي الأهم. أولها الصراحة التامة مع النفس، والاعتراف بالواقع زي ما هو بالظبط عشان نعرف نغيره. بعدها بتبدأ رحلة البحث عن البصمة الخاصة، والسؤال هنا هو إيه اللي بيميزني عن غيري؟ وأخيراً يجي القبول، إن الواحد يفهم إن الغلط والعيوب دي جزء طبيعي من كنا بشر. والاقتباس ده بيلخص كل حاجة. التفوق مش للي ما بيغلطش، لأ، التفوق للي بيفهم نقاط ضعفه وقوته بسرعة فيتعلم وبيتطور. الوعي بالذات هنا هو اللي بيختصر الطريق وبيخلي رحلة النجاح أسرع بكتير. طيب، بعد ما اشتغلنا على نفسنا من جوه، إزاي نحمي الثقة اللي بنبنيها دي من أي تأثير سلبي جاي من بره؟ خلينا نشوف. دي تعتبر استراتيجيات دفاعية عشان نحمي نفسنا. أولها فلترة الناس اللي حوالينا، وإننا نفهم إن مفيش حد كامل. كل واحد عنده حاجات حلوة وفي نفس الوقت عنده عيوب ونقاط ضعف. فهم المعادلة البسيطة دي بيكسر حاجز الخوف وبيخلينا نشوف الأمور بحجمها الطبيعي. ودلوقتي وصلنا لآخر جزء. الثقة مش محطة بنوصل لها ونخلص وننزل، لأ، دي رحلة نمو وتطور ما بتنتهيش. والاقتباس الحماسي ده هو الشعار بتاع المرحلة دي، لأن الثقة الحقيقية مش حاجة ثابتة، دي عضلة بتتغذى وبتكبر باستمرار على التجارب الجديدة والمعرفة اللي بنكتسبها. العلاقة هنا واضحة ومباشرة. كل هواية جديدة، معلومة زيادة، كل تحدي الواحد بيعدي بيه، كل ده طبقة جديدة بتتبني هتبقى في رصيد الثقة بالنفس. عشان كده الخوف من تجربة الجديد هو العدو الأول للثقة. وفي النهاية بنوصل للهدف الأكبر من كل ده. بناء الثقة بالنفس مش هو النهاية، لأ، دي الوسيلة اللي بتخلي الواحد بدل ما يكون على الهامش أو ضعيف، يبقى له بصمة وقيمة وتأثير إيجابي في اللي حواليه. الشرح بتاعنا ده بينتهي بسؤال عملي ومفتوح. إيه هي أول خطوة، أول تجربة جديدة مهما كانت صغيرة الواحد ممكن ياخدها عشان يبدأ أو يكمل رحلة بناء الثقة؟ الإجابة على السؤال ده ممكن أوي تكون هي بداية التغيير الحقيقي.